أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكماً مثيراً في حقه. سائق يعمل عبر تطبيق النقل InDrive، وذلك بعد واقعة غريبة وقعت أثناء رحلة بين مدينتي الدار البيضاء والصويرة. تعود تفاصيل الحادث إلى قيام أحد الزبائن بطلب خدمة النقل من البيضاء نحو الصويرة، وخلال توقف في إحدى باحات الاستراحة نزل الزبون لأخذ جرعة أنسولين، ليتفاجأ بعدها باختفاء السائق وتركه في المكان دون أي إشعار. ولم يكتف السائق بالتخلي عنه، بل قام لاحقا بالتخلص من أمتعته التي نسيها الزبون في السيارة. الزبون تقدم بشكاية رسمية يتهم فيها السائق بخيانة الأمانة، وعلى إثرها فتحت المصالح المختصة تحقيقا في القضية. النيابة العامة وجهت للسائق تهمة خيانة الأمانة وفقا للفصل 514 من القانون الجنائي المغربي. المحكمة حكمت على السائق ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتعويض مدني لفائدة الضحية بقيمة 10,000 درهم. أثناء المحاكمة حاول السائق تبرير تصرفه مدعيا أن الراكب تحرش به داخل السيارة، كما زعم أنه وجد ضمن أمتعته حقيبة تحتوي على أغراض مشبوهة، ما دفعه لرميها. القضية أثارت الكثير من التساؤلات حول سلامة خدمات النقل عبر التطبيقات، وأعادت النقاش حول ضرورة مراقبة وضبط العاملين بهذا النوع من الخدمات. تابعوا كل جديد عبر قناة RM Today.